ايه اللي يحصل لو الخوف اللي جواك مش ضعف لكن برنامج قديم لسه شغال جواك؟ لو انت معتقد لحد اللحظة دي ان انت اللي بتقود مخك، فحب اقولك ان انت غير واعي تماما مخك بيتحكم فيك ازاي. كمل معايا الحلقة علشان تفهم المعضلة دي. لو انت عايش في بيئة سامة بتتعرض للأذى فيها بشكل مستمر من حد قريب ليك بيأذيك، وانت عاكس تماما ان انت تدافع عن نفسك برغم ان انت كل مرة بتقول انا هدافع عن نفسي، انا هجيب حقي، انا هوقفه عند حد، وللأسف ده ما بيحصلش، فالناس تتهمك بالضعف لانك مش قوي. خليني اقولك ايه اللي بيحصل جواك بيوصلك للحالة دي، ان انت بتبقى عاجز عن الدفاع عن نفسك. لما بتتعرض للأذى أو لصدمة، أول منطقة بتشتغل في مخك منطقة اسمها الإميجلا. الإميجلا المسؤولة عن الفيل والأنجر، يعني الخوف والغضب. هي الطفل البدائي الغير ناضج جواك، هي المسؤولة عن اندفاعاتك وانفعالاتك الشديدة. هي كمان بتضخم الإحساس، بتخلي الحزن تقيل وبتمنع الإحساس بالأمان. ولو الإميجلا عالية بتخلي الحزن أعمق وأطول ومعاه قلق وخوف. في دراسة من جامعة MIT بتقول إن الدماغ بيعالج الخطر لا واعيا قبل أي تحليل منطقي. فهي العسكري الغير واعي اللي بيطلع يجري وبيتصرف من دماغه قبل ما القائد الواعي ما يصحى. فهي أول ما تحس بخطر بتدوس على زرار الإنذار. فأول ما تدوس على زرار الإنذار بتتفرز بعض الهرمونات زي هرمون الأدرينالين والكورتيزول. الأدرينالين بيعمل إيه في الجسم؟ بيخلي فيه ضربات قلب سريعة وتنفس سريع. أما الكورتيزول فهو هرمون التوتر اللي بيخليك ما بتعرفش تتصرف، ما بتعرفش تتحكم في نفسك، وعندك انتفاعات، وهو ده اللي اتكلمنا عنه في أول الحلقة. واخر حاجة بتصحى بعد ما تكون الدنيا كلها خربت هو البري فونتال كورتكس. بعض العلماء بيسموها منطقة الأخلاقيات أو منطقة الحكمة. المنطقة دي هي اللي بتكون مسؤولة عن التفكير المنطقي، إن أنت تتصرف صح، إن أنت تمسك اندفاعاتك وانفعالاتك الشديدة، وهي عكس الإميجلا تماما. عارف في بعض الناس عندها ثبات انفعالي ومن الصعب إن حد يخرجهم عن شعورهم أو يستفزهم، وبيعرفوا يشتغلوا تحت الضغط. الناس ديت عندها الفصل الجبهي الأمامي شغال أكتر من الإميجلا، علشان كده تلاقي عندهم ثبات انفعالي قوي. اما احيانا بنتعرض لموقف ان احنا بعد ما بنمشي من موقف ضايقنا قوي ومكناش عارفين نرد فيه، فيجيلنا الرد قوي جدا وبنستغرب وبنقول هو احنا ليه ما ردناش وقتها الرد ده؟ للاسف ده لان البري فونتال كورتكس اشتغلت عندك بعد ما الاميجلا والهرمونات هدوا جواك. في دراسة من UCLA بتقول ان الضغط العصبي بيمنع وصول التحليل المنطقي مؤقتا للمخ. هنا نوصل لاخطر جزء في الحلقة وهي الابيجينيتك. لما الأذى اللي بنتكلم عنه يحصل له تكرار او الأذى يتحول لنمط، هنا بنوصل لجزء ناس كتير ما تعرفوش. الابيجينيتك مش بيغير في الجينات لان DNA ثابت، ولكنه هو مهندس الصوت، العلامة الفوق المائية اللي بتقول للجينات turn on اشتغلي، turn off ما تشتغليش، علي الصوت او بطي الصوت. فلما ده بيحصل والخطر بيتكرر، هنا الابيجينيتك بياخد رد فعل، بيعمل 3 حاجات. بتطفي جينات التهدئة زي المستقبلات NR3C1، بتعلي جينات الحساسية العصبية، بتغير الشبكة العصبية كلها، ولكن الأصعب إن هي بتضخم بعض المناطق في المخ زي منطقة الإميجلا. طبعا كلنا عرفنا الإميجلا بتعمل إيه. وأحيانا بتهدي بعض المناطق في المخ يكاد صوتها يكون مش مسموع زي منطقة البري فونتال كورتكس. أعتقد إحنا هنا بدأنا نفهم إن الأذى أو الخطر أو التهديد اللي البني آدم أو الطفل بيعيشه بصورة مستمرة هو مش مجرد أذى بنقول أصل أنا ما كانش قصدي. لأ، أنت هنا بتعيد برمجة بيولوجيا بني آدم آخر. أنا دايما بيستوقفني حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. فتخيل كم شخص هين لين قريب منك منع عنك ان انت تتأذي من جواك بيولوجيا، وكم شخص اذاك او تنمر عليك او تنمر بكلمة او ايا كان نوع الاذى واحنا بنستهتر بيه. ممكن اذى بني ادم لدرجة ان هو عجز في كل خلايا مخه واجزاء مخه وبيولوجيته، حصل فيه تغيير. فهل تفتكروا ان عند ربنا هين؟ انا ما اظنش. فاتمنى ان كل واحد يراجع نفسه.